برشلونة يصدم بوسكيتس بالعرض المالي لتجديد العقد. مارتينيز يوقع على عقود انتقاله إلى برشلونة. موعد عودة ديمبيلي لبرشلونة. برشلونة يصدم بوسكيتس بالعرض المالي لتجديد العقد. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تفاصيل العرض الذي قدمه برشلونة لقائد الفريق سيرجيو بوسكيتس، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي، والذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي. وقررت إدارة النادي تقديم عرض يمتد لعام واحد من أجل الإبقاء على بوسكيتس في الموسم المقبل، بناء على طلب المدرب تشافي هرنانديز، فهو يرى أن وجوده في الفريق أمرا ضروريا لعدم توفر بديل بنفس الكفاءة في هذا المركز. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بوسكيتس يدرس الآن العرض المقدم من برشلونة، وسيتخذ قراره خلال الأيام القادمة، وهناك عدة عوامل ستؤثر على قراره في نهاية المطاف، من ضمنها الراتب الذي سيتقاضاه في العقد الجديد. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة قرر تخفيض راتب سيرجيو بوسكيت بشكل كبير جدا، حيث عرض عليه 7 ملايين يورو سنويا شامل الضرائب، وهذا ثلث ما يتقاضاه اللاعب في الوقت الراهن. وأضاف التقرير أن هذا العرض المنخفض ماليا جعل سيرجيو بوسكيتس يأخذ وقتا أطول في التفكير بالقرار النهائي، لكن في الوقت ذاته هو يدرك تماما أن النادي يمر بأزمة مالية خانقة، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع فاتورة الأجور. وفي حال قرر بوسكيتس رفض هذا العرض في نهاية المطاف، فإنه على الأغلب سينتقل إلى الدوري الأمريكي، وهناك بعض المصادر تؤكد وجود اهتمام من بعض الأندية السعودية أيضا. مارتينيز يوقع على عقود انتقاله إلى برشلونة. أغلق نادي برشلونة الإسباني أول صفقة لترميم الصفوف في الموسم المقبل، بعدما وقع المدافع إنيغو مارتينيز على عقود انتقاله للنادي الكتالوني كلاعب حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو بيلباو في يونيو المقبل. وسيصل مارتينيز للكامب نو في صفقة مجانية تلبية لطلب مدرب تشافي هرنانديز في برشلونة، والذي سيتمكن من الاعتماد عليه في تشكيلة الفريق بالموسم المقبل. شبكة ريليفو الإسبانية أكدت اليوم الخميس أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله للبارسا ليبقى في النادي بموجب توقيع حتى يونيو 2025، ما يعني أنه وقع على عقد مدته موسمين فقط. ويبلغ مارتينيز من العمر 32 عاما، وسيستمر في البارسا حتى السن 34 عاما، مع العلم أنه خضع بالفعل الفحوصات الطبية في برشلونة واجتازها بنجاح في الآونة الأخيرة. ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي عن التعاقد مع اللاعب حتى الآن، في ظل تبقي بعض التفاصيل الصغيرة قبل غلق الأمر بشكل رسمي بين اللاعب وإدارة خوان لابورتا، وبذلك يحصل تشافي على خيار جديد في خانة قلب الدفاع في الموسم المقبل، علما بأن النادي لديه وفرة من العناصر في هذا المركز بوجود رولاند أروخو، جول كوندي، وإندرياس كريستنسن. موعد عودة ديمبيلي لبرشلونة. كشفت وسائل الإعلام الكتالونية عن موعد عودة ديمبيلي للملاعب، حيث من المنتظر أن يعود في 29 من الشهر الجاري أمام ريال بيتيس. هذا وقد فضل برشلونة أن يؤجل عودة الفرنسي أسبوع عن الموعد المحدد بسبب صيامه لشهر رمضان، حيث يرى المعد البدني للاعب أنه سيكون من الأفضل أن يتدرب لمدة أسبوع بعد انتهاء الصيام. يذكر أن ديمبلي قد غاب عن برشلونة منذ نهاية شهر يناير الماضي، حيث تعرض لانتكاسة أدت لزيادة فترة غيابه عن الملاعب.